بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سنتحدث إن شاء الله عز وجل عن مسألة فقهية، واحد مسألة فقهية، وهي إلا دخلت للجامع ولقيت الناس سبقوني بشي حاجة أشنو غادي ندير؟ أول حاجة خاصني نعرف شحال باش فاتوني، واش بركعة واش بجوج، باش نعرف شنو غادي ندير. ملي يسلموا هما وغادي نوض انا باش نجيب داكشي اللي فاتني، عندي جوج حوايج: اما القضاء ولا الاتمام. القضاء شنو هو كيقولوا سيدنا الفقهاء، القضاء هو داكشي اللي دركتي مع الامام ديالك هو الاخر عندك انت، حتى انت مثلا دركنا مع الامام جوج ركعات الاخرين في الظهر، الا بغيت ندير القضاء غادي نسمي ديك الركعه اللي شديت معاه هو راه الثالثه بالنسبه ليهم، حتى انا بالنسبه ليا هي الثالثه، ثم نجيب معهم الرابعه ديالهم هي حتى هي ديالي، وهما غادي نديروا التحيه، هما غادي يسلموا انا غادي نوض، وغادي نجيب الركعه الاولى بالفاتحه والسوره والركعه الثانيه بالفاتحه والسوره، يعني غادي نجيب الاولى والثانيه اللي فاتوني. هذا القضاء. الاتمام كنكمل، يعني دركت معهم الثالثه والرابعه، بالنسبه لهم هما ثلاثة أربعة، أنا بالنسبة لي الله واحد جوج، هادوك الأولى الثالثة والرابعة ديالهم هي الأولى ديالي أنا والثانية. غادي نديرو التحية، غادي يسلموا، غادي نوض، غادي نجيب الركعة ديالي الثالثة بالفاتحة والركعة الرابعة بالفاتحة ونسلم. هذا هو الإتمام والقضاء. سيدنا الفقهاء المالكية جمعوا ما بين هذه المسألة هذه، ما بين القضاء والإتمام. نعطيو مثلا سيدي كنصليو المغرب، دخلنا للجامع لقينا الفقيه سبقنا بجوج ركعات، دركنا معاه غير واحد الركعه الاخرى، هادشي اللي دركنا معاه. غادي نصليو معاه ديك الركعه الاخرى، غادي نديرو التحيه، هما غادي يسلموا انا غادي نوض. اش غادي ندير؟ غادي ندير الاتمام في الافعال، يعني غادي نجيب الركعه ديالي، غادي ندير التحيه اللي هي التحيه الوسطى، لان الركعه الاولى شديتها معاه هي واحد، هي الاخرى ديالهم هي واحد ديالي انا، ديك الركعه الثالثه ديالهم هي واحد ديالي انا. غادي نجيب الركعه الثانيه وغادي ندير التحيه والنوض ونجيب الركعه الاخرى ديالي. هذا في الافعال. في الاقوال اش غادي ندير؟ غادي نقرا الفاتحه والسوره بالجهر، وكنركع ونسجد وندير التحيه لانها الثانيه التحيه الوسطى، وغادي نجيب الثالثه ديالي وغادي نقرا فيها بالفاتحه والسوره بالجهر وندير التحيه ديالي ونسلم. هاني جمعت ما بين الاقوال وبين الافعال، درت القضاء في الاقوال ودرت الاتمام في الافعال. وهكا جميع الصلوات. مثلا دخلنا للمسجد، كان يصلوا الناس مثلا الناس الظهر، وشدينا معاهم غير الركعه الاخرى، بقات لينا 3 ركعات. اشنو غادي ندير؟ هما غادي يديروا التحيه، انا غادي يسلموا، انا غادي نوض، غادي نصلي الركعه الاولى بالفاتحه والسوره وندير التحيه ونوض، نصلي الفاتحه والسوره ونركع ونسجد ونوض ونجيب الركعه الاخرى بالفاتحه وندير التحيه ونسلم. وهكا في العصر، وهكا في العشاء. يعني هكذا نكون جمعت ما بين القضاء اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فقدوا، والاتمام اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فاتموا. سيدنا المالكيه جمعوه بين هاد جوج ديال الاحاديث، فقالوا نقضيو في الاقوال وندير الاتمام في الافعال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.